قلب الصعيد كان فيه أخين متربيين على اللقمة الهنية، فتاح الكبير وعلي الصغير. كانوا زي العينين في راس واحدة، ساكنين في بيت عيلة واحد، وبياكلوا ويشربوا مع بعض. يخرجوا من الفجر شايلين فؤوسهم، يزرعوا الأرض ويعركوا فيها ويحصدوها مع بعض بالخير والفرحة. بس فتاح كان قلبه طيب وموصول بربنا، وأول ما حصاد القمح يطلع كان لازم يطلع حق ربنا والمساكين منه قبل ما يدخل بيته حبة واحدة. وكان دايما يقول: يا علي، اللقمة اللي بتطلع لله هي اللي بتجيب البركة في الباقي. لكن يا خسارة، البيت ما كانش هادي. حسنية مرقت علي كانت ست صعبة، وعينها ضيقة وقلبها مليان غيرة. كانت تبص الفتاح وهو بيوزع القمح على الغلابة وتأيد نارها، وتروح لعلي تقوله: شايف أخوك بيضيع شقانا إزاي؟ بيوزع القمح يمين وشمال وإحنا أولى بيه. علي كان في الأول يصدها ويقولها: ده أخويا الكبير وده ماله رزقه. بس الزن على الودان أمر من السحر، ولما لقيت كلامها مش جايب همه، شيطانها وزها على حيلة عوجة تخرب بيها المودة اللي بين الإخوات. وفي يوم استنت عليا لما رجع من الغيط، وراحت شاقة توبها وقعدت تعيط وتصرخ في وسط الدار. عليا اتخضى وجري عليها وقالها: جرى ايه يا ولية، في ايه؟ قالت له بالكذب والبهتان وهي بتمثل العياط: اخوك فتاح استغل غيابك ودخل عليا ومد ايده عليا وضربني لما قلت له كفاية تبذير في القمح. الدم حامي، وعلي عميت عينه الغيرة والغضب ومفكرش لدقيقة، ولا سأل نفسه ازاي فتاح الطيب اللي ما بيأذيش نملة يعمل كده. من غير ما يفهم راح لفتاح وعيونه بتطق شرار وزعق بأعلى صوته وقال: لحد هنا ويا فتاح وخلاص، إخوة ومش هنتجمع تاني، الأرض تتقسم وكل واحد يروح لحاله. فتاح بكى بكسرة نفس وذهول وقال له: يا أخويا اسمعني، أنا مد إيدي على حريمك، دي عرضي وشرفي. لكن علي مسمعش وركب دماغه، وقسموا الأرض بالخناق، وطرد أخوه الكبير من بيت أبوهم. فتاح لم هدومه وفي قلبه غصة ومشي وهو بيقول: حسبي الله ونعم الوكيل، بكرة تبان الحقيقة يا أخويا. دارت الأيام وبدأت البركة تقل من أرض علي، والزرع دبل، وحسنية لقت نفسها في فقر ونكد، لحد ما ربنا كشف كذبها في يوم واتفضحت قدام الكل. وعلي عرف إنه ظلم سنده وظهره اللي كان حامية عشان كلمة من حرمة، وندم عمره في وقت مش بينفع فيه الندم. حكمة القصة: يا باني في ملك الغير، ويا ساعي في خراب البيت بكلمة. الراجل العاقل في بيته هو اللي يوزن الكلام بعقله مش بودانة. الحريم في البيوت إما عمار وإما دمار. والراجل اللي يسلم ودنه لمراته في أخوه وأهله كأنه هدم بيته بإيده. الحكمة بتقول: الضفر عمره ما يطلع من اللحم، وأخوك هو ظهرك وسندك في الدنيا. الحرمة تقدر تبدلها بحرمة، لكن الأخ لو راح مش هتلاقي ظهر تتسند عليه وقت الشدة. فتش ورا الكلام واعرف إن الزن على الودان بيعمل قلوب قبل العيون، ومفيش راجل بيمشي ورا كدب الحريم ويفلح أبدا.